السلام عليكم ورحمة الله. يلا بنحضر مع بعض نخلي بدنجان مخلل بتاع بأفخم المحلات. هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير ما نحط بنجر فيه ولا اي حاجة خالص. هقول لكم ازاي والسر الدقة بتاعته وازاي نحفظه في التلاجة لمدة فترة طويلة، وازاي البدنجان بيبقى بشكل الموف ده من غير ما نحط بنجر خالص ولا الوان. كملوا معايا الفيديو للاخر واقول لكم طلع معايا بالشكل الحلو ده وهنحفظه ازاي. بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على رسوله وتنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. احلى بدنجان مخلي من هنا ورايح انت اللي هتعمليه، مش هتشتريه تاني من بره. وهوريك على سر المحلات، بس كملوا معايا الفيديو الاخر. انا هنا جبت معايا كيلو من البدنجان العروس. انا عايزاه يكون وسط، مش عايزاه صغير ولا كبير، بس لازم يكون في لحم كتير عشان لما يجي يتخلل معايا تاكلي بدنجان حلو، ما يبقاش البدنجان فاضي خالص من جوه. لا، لازم البدنجان يكون في لحم كتير، لازم البدنجان تكون كبيرة ومليانة شوية. بصوا انا شلت الراس بتاعته، انا مش هقطعها، انا مش عايزه البدنجان يتفتح معايا خالص. هبدأ كده اشيل كل الرسم بتاعته. وهنا عندي ميه مغليه هبدأ انزل فيها البدنجان. هنا النهارده هسلق البدنجان، مش هحط فيه ولا نقطه زيت. وهنا جبت معلقه كبيره من البابريكا. البابريكا تديله طعم وتديله لون احمر كمان زي بتاع المحلات بره بالظبط. ومعلقه من الملح ومعلقه من الكمون كمان. وحاطه قبل كده انا معلقتين من الخل في الاول في الميه. هقول لكم ليه حطيت معلقتين ميه في الخل. وهجيب طبق هنا واحط على البدنجان عشان البدنجان كله ينزل في الميه ويستوي كويس كله سوا واحد. هياخد معايا 10 دقايق على النار. وهنا كمان من البدنجان ما يستوي معايا نحضر الخلطه بتاعته. انا جبت فلفل الوان احمر، جبت حبايتين من الفلفل، وجبت كمان فلفل حامي احمر واخضر. ده اختياري، اللي مش حابب برضو ما يحطش. اول حاجه هعصر عليهم ليمونتين. وهنا انا جبت معلقه من الثوم المهروس، معلقه يكون كبيره، و3 معالق كبار من الخل. وقلت لكم حتى معلقتين قبل كده في الميه، ومعلقه من الملح، ومعلقه كمان من الكمون. ومش هحط شطه عشان انا حاطه فلفل حامي. هبدا بقى افرم ده كله كويس جدا في الكبه. خلاص كده بعد ما فرمت الخليط بالفلفل والثوم عمل معايا بالشكل ده. انا مش هرسته جدا. بصوا البدنجان هنا هقول لكم ليه بقى معلقتين الخل. هنا البدنجان خد معايا 10 دقايق، وبعد ما طفيت النار حطيت الفلفل وطلعت على طول عشان الفلفل ما يطريش معايا. هقول لكم ليه هنا حطيت معلقتين من الخل. عشان البدنجان اداني شكل الموف من بره ويبقى شكل، والبدنجانه تفضل بيضه من جوه. هوريكم برضو شكلها ازاي من جوه. هنا جبت معلقتين من الخلطه وحطيتهم في طبق. وهستخدم الميه برضو اللي كنت سالقه فيها البدنجان. هبدأ بقى كده افتح البدنجان من النص، مش هفتحه من فوق ولا من تحت. بصوا معلقتين الخل ساعدني ان البدنجان ياخد اللون الموف من بره ويفضل ابيض من جوه. هبدأ كده احشي الكمية اللي معايا. هبدأ افتح بيدي فتحة صغيرة. شايفين كل البدنجان ابيض من جوه. هبدأ كده احشي كل الكمية اللي معايا. شايفين لونه من بره موف ومن جوه ابيض. هتحفظيه في التلاجة لمدة شهر. لو حابة ضعف الكمية ممكن تضعفيها عادي خالص. هتضاعف برضو كمية الفلفل وكمية هنا مية السلق. هي دي المحلول اللي هنحفظ بيه البدنجان، هيقعد معانا شهر واكتر كمان. هتحفظيه في التلاجة وهتاكلي بدنجان وبألف هنا. وكده بقت كده خلصنا البدنجان وطلع معانا بالشكل الحلو ده. يلا بقى كلكم اعملوه بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة افخم المحلات وسر كمان المحلات. وكده خلصنا الفيديو. بصوا تاني يوم عملت معانا اللون الموف ده حلو جدا، والبدنجان كمان طعمه استوى معايا جدا، والطعم في الخلطة والتوابل اللي انا عاملاها.
وبس كده خلصنا الفيديو. رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.